مهمتك في الحوار بتنتهي لما بتبين رأيك. الجدة كانت عايزة تعلم حفيدتها إزاي بتنشف اللبس، فأخدت اللبس وطلعوا في الحديقة بتاعة البيت وطلبت منها إن هي تعلق اللبس على المنشر، وفعلا عملت البنت اللي جدتها طلبته منها، ووقفوا شوية مع بعض بعد لما خلصوا، وشوية وكانت الجدة عايزة تدخل جوه البيت. جريت البنت بسرعة علشان تشيل اللبس من على المنشر، متصورة إن الدقايق البسيطة دي كافية إن اللبس يجف بسببها، ولكن اللبس زي ما هو لسه منشفش. فبصت لها جدتها وقالت لها: انت مهمتك تعلقي اللبس، اما مهمة التجفيف فسيبيها على الشمس. طالما بينت للي قدامك الرأي واتكلمت معاه بأسلوب سلس ومقنع واديته على كلامك أدلة، فمهمتك كده خلصت. أما مهمة إدخال الكلام أو الرأي ده لراسه فدي مهمة بتسيبها للزمن، لأنك بالظبط كده كأنك نورت له منطقة معينة أو حطيت له جنبها علامات استفهام. العقل بيحتاج شوية وقت علشان يعيد صياغة قناعاته، إنك وضحت للي قدامك رأي أو فكرة مش كل حاجة، فسيب الأيام تزود فعالية كلامك. ما تبقاش زي الطفلة اللي اتصورت إن 5 أو 10 دقايق هتنشف الهدوم. في الغالب الأذكياء مش بيتراجعوا عن آرائهم في الحوار مهما كانت الأدلة مقنعة والأسباب منطقية، ولكن هما بيرجعوا لآرائهم اللي اتحركت دي، وبينهم وبين نفسهم بيفكروا وبيسألوا ليه اتهزت آرائنا. ولو حاولت تضطر شريك الحوار إن هو يلبس رأيك المقنع جدا بالمناسبة قبل ما الشمس تجفف أثر المية اللي فيه، فممكن جدا إن هو يغامر ويقلعه ويرميه. فخلي الفكرة تجف جواه الأول، وصدقني انت ممكن جدا تلاقيه ان هو في قعدة تانية بيتكلم عن الرأي بتاعك ده وكأنه من مقتنيات عقله القديم، فساعده وسيبه يقتنع على مهله. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه أعمق من الكلمة. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.